السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم ديما تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة إن شاء الله. جيت اليوم لكم فيديو جديد باش نحضر معكم سلو أو الصفوف بمناسبة شهر رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحيحة وبالهنا وبطولة العمر يا ربي. هذا هو الشكيل ديالو، كيجي معلك وكيجي زوين. غنقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي بهذه الطريقه هذه. كيجي معلك وكيجي زوين كما شفتوا، كيجي بهذا الشكل هذا. كنتمنى منكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. بسم الله على بركه الله. اللي كيبغي في السفوف او سلو كيبغي كاوكاو، انا خديت هاد الكاوكاو اللي تيكون مفسخ، غادي نديرو في هذا الاناء وندير عليه الماء يكون طيب باش نتفاداو من داك الطحين اللي تيكون في ديال داك الطحين ديال الكاوكاو تيكون فيه. هذا اللي تيكون مفسخ تكون فيه واحد البودره ديال الكاوكاو. كنغسلوه وكتحيد لينا كيجينا زوين الا قليناه. اللي تيبغي يدير الكاوكاو هاد الطريقه من الاحسن نغسلوه، حيت واخا كنجيبوه وكنديروا ليه واحد الزويف وكنمسحوه تتبقى سبحان الله لاصقه فيه ديك الغبره، ديك الغبره ديال الكاوكاو. صافي هنا غادي نحركوه وما نعطلوش في الماء البنات، عي نحركوه مزيان حتى يطلق داك هذاك البودره اللي كتكون فيه ديال الكاوكاو. ونعاودو نصفيوه ونديروه في بانيو اخر ونديروه في الماء بارد صافي ونديروه يتسقطر. كما شفتوا البنات ديك البودره ديالته كي كتكون فيه كتطلق بحال الطحين. داك الطحين ديالو كنجيو هنايا كندير واحد البانيو فيه الماء وكنعاودوه تاني في الغسيل ونديروه تيتسقطر لينا مزيان ونفرشوا ليه واحد السريبيته ونديروه ينشف ويبات ليله كامله وهو كينشف باش ما نشف لا هو لا اللوز كيجي مزيان. هنايا خديت هنايا اللوز ودرت عليه الماء طيب ونطلع فيه واحد الغاليه حتى هو ونغسل ملي نفسخو نغسلو مزيان عاد باش نديرو يتسقطر ونديرو على شي سريبيته وينشف ليله كامله البنات. ماشي مثلا نجيو نقولوا راه نشف لينا اللوز ولا نشف كاوكاو نبداو نقليو فيه. باش ما نشف وقليناه كيجينا سلو ديالنا كيجينا زوين، واخا بقى معنا واحد المده طويله كيبقى مزيان. صافي هنايا البنات فرشت ليه واحد السريبيته كتكون ما كتشربش الماء ودرتو هنايا غينشف يبات ليله كامله حتى كينشف مزيان عاد باش نقليوه. انا هنايا عندي واحد الكميه ديال اللوز البلدي وكميه ديال اللوز الرومي، كيبقى على حسب كل شحال كيبغي يدير. هو البلدي تيجي بنين في السفوف. هنايا البنات غادي ناخذ باش نقلي. انا هنايا وريتكم هاد فاش كنقليو بطاطا فريت كنديرو كيتقلى لينا ملي كنبغيو نهزوه كيجينا في الهزان زوين. كنهزوه دقه واحده. هنايا كنديرو الزيت حتى كيكون فوق من اللوز باش داك اللوز ديالنا كيجي واحد التحميره اللي كتكون مقاده وزوينه. هنا وريتكم البنات اللون باش ما نحمروش بزاف حتى يولي لونا قهوي في الزيت. ملي كيبدا يبرد يعطينا واحد النصوحيه. انا هنايا البنات وريت بالنسبه للمبتدئات كاع البنيات ان شاء الله يديروا سلو ويجي ناجح معاهم. هما ما شاء الله النساء المغربيات معروفين بالحداقه. كما كشفتوا كيبرد وتيعطي ديك اللون داك القهيوي بارد تيجي داك اللون كراميل باش كيجي نفس الصفوف ديالنا زوين. حيت الا حمرناه بزاف
ملي كيجي برد تيعطينا واحد اللون نتمضقوا فيه داك اللون ديال المذاق ديال الحراك. صافي هنايا البنات غادي ناخذوه هو سخون ونديروا واحد الكميه اللي غنديروا في هاد الماكينه البنات، كطحن مزيان حتى كيولي شكل املو او بخانيني. كنديروا معاه واحد 2 المعالق ديال الزيت وكنطحنوه تيولي بهاد الطريقه هذه. اللي كيبغي سلو معلك. بسم الله. هنايا على بركه الله عندنا هنايا 4 كيلو ديال الطحين محمر. عندنا هنايا واحد بسم الله ديال الملحه، هنايا من طبيعه الحال محمر ومغربل، حمرته في الفران ديال الحومه. هنايا البنات عندنا الزنجلان 2 كيلو محمر ومطحون نص طحنه. عندنا هاد البخانيني ديال الزنجلان. عندنا هنايا اللوز، كيلو ديال اللوز بلدي وكيلو ديال اللوز رومي. خدينا واحد 2 كيسان ودرناهم شكل بخانيني. عندنا هنايا البنات كاوكاو كيلو، خدينا منه حتى هو ودرناه بخانيني. عندنا هنايا سكر كلاصي زلافه. عندنا الزبده ذوبناها حتى ولات نوازيط باش نتفاداو من داك الماء اللي تيكون فيها. عندنا هنايا حبه حلاوه. عندنا النافع وحبه حلاوه رابعه. عندنا هنا 4 المعالق عفوا ديال القرفه، 4 بداك القياس ديال الكسكسو. عندنا هنايا شويه المسكه الحره. عندنا هنا واحد الكوزه اللي حكيناها. عندنا هنا الزيت فاش قلينا اللوز. هنايا البنات غادي نخلطوا الخليط ديال هذا عاد باش نديروا الزبده والزيت. تنخلطوا هاد النواشف الطحين مع الزنجلان مع اللوز مع كاوكاو. غنديروا داكشي تدريجيا. صافي هنايا 2 كيلو ديال الزنجلان البنات، خديت منهم 2 ديال الكيسان وطحنتهم حتى ولاو بخانيني. هنايا اللوز البلدي خديت منه واحد الكميه باش غادي نزينوا السفوف ديالنا او سلو. 2 كيلو ديال الشنجلان كما قلت لكم البنات محمر ومطحون عين الطحنه، ماشي كنطحنوه حتى كيولي لينا بودره رطب، كيبقى داك نص بحال مهرسينو. واللوز البنات كنطحنوه وكنشدو الغربه البوصيار وكندوزوه فيه لا هو لا كاوكاو باش كيعطينا داك السلو ديالنا، ديك التعليكه مع التقيرميشه. هنايا البنات 4 ديال حبه حلاوه و4 ديال النافع مطحونين حتى هما. كاع كنصهدوهم ما كنحمروهمش بزاف وكنطحنوهم وكندوزوهم في الغربه للرقيق. هنايا البنات 4 المعالق ديال القرفه كما قلت لكم بداك القياس ديال عامرين. دوك اللي تناكلوا بهم الطعام تيكونوا عامرين مقبين. هنايا واحد شويه تاع المسكه الحره، خديت معلقه ديال السنيده ودقيتها مع شويه ديال المسكه الحره. هنايا واحد الكوزه اللي حكيتها الحكاكه. هنايا البنات جبانيه ديال السكر كلاصي اللي شديت مغربل طبيعه الحال. واللي تيبغي الحلاوه يدير حتى 2 زليف، كتبقى الحلاوه على حساب الذوق. هاد البخانيني غادي نديروه هو حتى نخلط هاد القهوه مع نديرو هو الاخراني. صافي البنات هنايا اللي كيبغي سلو معلك كيدير هاد الطريقه هذه ديال البخانيني، كيجي بها معلك وكيجي بها زوين. صافي غادي نخلط هاد الطحين مع اللوز مع الجنجلان مع السكر كلاصي القرفه النافع حبه حلاوه رشيش ديال الملحه ديال بسم الله. المهم غنخلط هاد النواشف مزيان مزيان. عاد نديرو هاد البخانيني ديال اللوز وكاوكاو والجنجلان. ديما كناخذوا اللي كيبغي يبغاه شويه ياخذ عكاس ويطحنو حتى يولي بخانيني. انا هنايا درت 2 ديال الكيسان وكندير معاهم 2 معالق ديال الزيت وكنطحن في هذيك الطحانه تطحنو مزيان تتخليه بحال الشكل ديال املو. صافي هنايا درت هنايا كاوكاو الزنجلان
هنايا اللوز، غادي نخلطو هاد الخليط ديالنا مزيان عاد باش نديرو الزيت مع الزبده. انا هنايا الزيت البنات هاد القياس اللي درت، وكيبقى لكم مثلا على حساب. كاين اللي كيبغي يغلب الزبده، كاين اللي كيبغي يدير قد الزبده قد الزيت. انا هنايا درت الزبده اكثر من الزيت، حيت الزيت طحنته مع داك اللوز والزنجلان وكاوكاو. صافي هنايا غادي نخلط مزيان حتى يدخل مع بعضياتو داك البخانيني مع القوام، عاد باش ندير الزبده والزيت. صافي هنايا البنات من بعد ما خلطنا هاد القوام ديالنا مزيان، غنديرو هنايا الزبده. وديما البنات الزبده كنكونوا مثلا ندوبوها ليله قبل ما نبغيو نخلطوا الصفوف، كنبقاو نخليوها ونقصوا عليها البوطه ونخليوها حتى كتولي نوازد داك اللي تيكون فيها داك اللبن ديالها ولا هذه تيهبط لينا لتحت، والغد لي عاد كنعاودو نسخنوها وكتبقى لينا ديك الدمعه ديال الزبده. المهم ديك الزبده كندوبوها ليله قبل. صافي هنايا البنات غادي نبقى نعلق فيه حتى ناخذ انايا القياس اللي بغيت. كاين اللي كيبغي الصفوف ديالو ما يكونش معلق بزاف، كاين اللي كيبغيه شويه ناشف. المهم على حساب. انا هنا بغيت الصفوف يكون معلق، غادي ندير هنايا هاد القياس اللي درت ديال الزبده وغادي نزيد من بعد. صافي هنايا غادي نعطي الكفه البنات. صافي من بعد ما دخلت فيها داك القياس ديال الزبده، هنا باقي مازال خصاتني الزبده، عاودت زدتها من هنا من هذا، وغنبقى ندلك بيديا بالكف حتى كندخل ديك الزبده مع القوام. كيبغي هنايا البنات كيبغي يدليك باش كيجينا داك الصفوف ديالنا معلك وكيجي زوين. صافي هنايا من بعد ما علكناه مزيان كنديروا هاد الطريقه هذه باش كنعرفوا القياس ديال ليدام. كنديروا بحال هاد الطريقه وكنعرفوا داك ليدام طلع لينا من شويه من الفوق، عطانا هاد اللمعه، كنعرفوا راه صافي بركه من ليدام. هذا هو الشكل النهائي البنات، وكنتمنى منكم تجربوه وإلى الاعجاب ديالكم. وكنقول لكم رمضان الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه وبالهنا وبطولة العمر يا ربي، وبالشفاء من كل هو مريض وبالرحمه من كل هو ميت يا ربي. وهذا هو الشكل النهائي، ودمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء لفيديو آخر إن شاء الله.